والآن أدعو معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني المحترم لإلقاء كلمته أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأحبابه وأمته إلى يوم الدين، وبعد. سماحة الشيخ المسعودي، سعادة محافظ بغداد، السادة الحضور من القامات والوكلاء والمستشارين، الحضور البهي، كل باسمه ووصفه وجسمه ورسمه وما يحب أن ينادى به من الكنى والألقاب، حي الرحمن يومكم هذا بكل خير ومحبة وبركة. ونحن في الملتقى الثاني الذي يهتم بشعيرة إسلامية مهمة، ألا وهي العمرة. بعض الناس يتعذر عليه الوصول لأداء فريضة الحج لسبب ما، وكي لا يحرم من رؤية الديار المقدسة ويطوف بالبيت العتيق، جعل الله سبحانه وتعالى العمرة بديلاً له، فينعم ويتمتع بالطواف بالكعبة الشريفة وبزيارة خير البرية صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ما أريد أن أقول، فضلاً عن كونها رحلة دينية يؤجر عليها المرء، لكنها أيضاً سياحة للروح والنفس والوجدان، وراحة للذهن والأبدان. فكأنما يلتقي الإنسان بمن فطر الإنسان، فلا يتذكر من حسناته التي فعلها شيء، وإنما يستحضر كل ما فعل من ذنوب وخطايا، وربما العبرة منها أن ليغفرها الله بعد أن يستغفر العبد عما اقترفه من ذنوب وخطايا، فيعود من الحج كيوم ولدته أمه. ولا نستبعد على الله أن يكون هذا الأجر لمن اعتمر، فالله سبحانه وتعالى كريم ورؤوف. وبوصفي وزيرا للثقافة والسياحة والآثار، لن أتكلم عن الجنبة الدينية التي أغناها سماحة الشيخ المسعودي عندما خصنا بكلمة، بل سأتكلم عن الجنبة السياحية لها. ثمة شركات كثيرة تعمل في بغداد وفي باقي المحافظات في السياحة، ومنها السياحة الدينية، سواء إلى الديار المقدسة في مكة والمدينة المنورة، أو إلى أضرحة ومقامات وعتبات الأئمة الأطهار في العراق وإيران وفي أماكن أخرى، أو للأنبياء أيضاً في العراق وفي البلدان الأخرى. فالسياحة الدينية سياحة مهمة جداً، وتجعل الإنسان يشعر بقيمة إنسانيته عندما يقف أمام أمر عظيم.
قد يرى نفسه كبيرا في بلده، سلطانا كان، حاكما كان أو محكوم، ولكن لرهبة المشهد عندما يقف أمام بيت الله أو أمام نبي أو ولي يشعر أنه صغير مهما كان قدره بين أهله كبير. ولهذا أوصينا ونوصي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الشركات العاملة في هذا المضمار على خدمة السائحين والارتقاء بالخدمات، ولأسباب كثيرة. في الموسم الماضي كنا في الحج، وزرت بعض الأماكن التي يسكن فيها الحجاج العراقيون، وسألت: هل من حاجة نقضيها لكم؟ هل من تقصير في خدمتكم؟ هل من نقص في مسألة ما؟ فأجاب الجميع أن الهيئة العليا للحج والعمرة وفرت كل شيء. وفي مزحة قلت: فكروا بشيء ما نعاتب عليه الشيخ المسعودي، فهو لم يحرص علينا ببعض درجات الحجاج لمن عتب علينا. فقالوا: نحن في مكة أطهر أرض الله جميعا، فكيف نفتري على هيئة الحج العراقية؟ فزادني ذلك سرورا، ونقلته إلى دولة رئيس الوزراء بنصه. يسعدنا هذا الكلام، وتوج هذا الكلام عندما لبينا دعوة سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، وأعلن أمام الحاضرين من زعماء وحكام وملوك ووزراء العالم الإسلامي أن العراق يفوز للمرة الثانية بأفضل تنظيم حج في العالم الإسلامي، فكان ذلك سرور على سرور. فجزاهم الله عنا وعن الحجاج وعن العراق كل خير. بعض الشركات تعمل ليس بمهنية، تظهر أسماء تورط الناس وتختفي. أقول: تعالوا لنصحح المسار، تعالوا إلى هيئة السياحة لنمنحكم الإجازة وفق الشروط القانونية، نساعدكم كي تقفوا على أرجلكم، نساعدكم بكل ما أوتينا من أمور قانونية وصلاحيات مالية، لأننا في هذه الحكومة التي يترأسها دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني حريصون كل الحرص على توفير فرص العمل للآخرين ومنها الشركات، على أن تقدم الخدمة اللازمة بكل تفاصيلها، وليس فقط أن نأخذ الوفود إلى خارج العراق، بل أن نأتي بالمجاميع أيضا من خلال هذه الشركات إلى داخل العراق، سواء السياحة الدينية أو السياحة الآثارية والتراثية أو الصحراوية أو الاجتماعية أو الطبيعية. فالعراق مليء بالجنبات السياحية، وقليل من الدول يمتلك مثل ما يمتلك العراق في مجال السياحة، ولكننا تأخرنا شيئا بسبب ما عصف بالعراق منذ أن بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ثم مرورا بالحصار الاقتصادي، ثم الاحتلال وما تلاها من أهوال.
حتى تشكلت هذه الحكومة، وكأننا بدأنا من نقطة الصفر، ولكننا قطعنا شوطا لا بأس به، والطموح أكبر. نستطيع أن نحقق بتعاوننا معكم وتعاونكم معنا ما هو أكبر وأكثر وأنفع. فتعالوا إلينا يا أصحاب الشركات، نحن بالانتظار لتقديم كل الخدمات لكم لنرتقي بالسياحة مرة أخرى من جديد. أعتذر عن الإطالة، تقبلوا وافر تحياتي وتقديري لكم جميعا، والسلام عليكم.